مش عارف. يعني يعني مش ممكن طبعا. مش عارف ده. يعني ده. دي ناس جماهير كرة قدم. مم. يعني انا يعني مش متخيل، يعني انا بجد مش متخيل. وبقول لك زي ما اتفقنا، الحمد لله في النهاية الحمد لله. كاس عالم، يشبعوا بكاس العالم. اه. احنا هنظل، مصر هي فيها ريادة، وهنظل احنا كلاعيبة كورة احنا ابطال افريقيا، واحنا اسيادهم غصب عنهم، وهم مبروك عليهم كاس العالم. ولكن زي ما بقول لك احنا قدرنا ان احنا نكسب حب واحترام العالم العربي بالكامل، الحمد لله. وهم قدروا ان هم يخلوا الناس كلها تكرههم اكتر ما هم كرهوا. شكرا كابتن احمد حسن. معلش. انصار الفريق الوطني الجزائري اشتروا المطاوي والاسلحه البيضاء وصل لنا من طب السوق في وصل الخرطوم. هل وصلكم المعلومه دي؟ وصل لنا، ولكن احنا ما كناش متخيلين. انا يعني احنا ممكن يعني الشغل بقى اللي هو الاعلام والحرب النفسيه والكلام ده وكده، وصل لنا طبعا الكلام ده كله قبل المباراه. اه. ولكن يعني ما توقعناش او ما صدقناش ان يحصل حاجه زي كده. ولكن في ناس احنا وصل لنا طبعا، الناس اشتروا اسلحه، والناس اشتروا خلصوا كل الاسلحه اللي موجوده في السودان والكلام ده وكده. ولكن احنا بنقول والموضوع ده دي اثر حرب على نفسيه. معنوياتكم؟ طبيعي طبعا اثر على لازم. معنوياتكم. اكيد طبعا لازم ياثر على معنوياتنا. اه. اكيد لازم ياثر على معنويات اللعيبه كلها، لان انا زي ما بقول لك انت بتلعب في النهايه مباراه كره قدم. كسبت مبروك، خسرت هارد لك، والموضوع انتهى خلاص. امم. واذا كان الجزائر كسبت وعملت فينا كده، امم. ما لو كانت خسرت كان ايه اللي حصل؟ كان ايه اللي حصل؟ يعني كان ايه اللي حصل؟ كان ايه ما اللي انا حصل؟ بقول لك ده لو جينا قلنا نقول الحمد لله على كل شيء، ربنا هو اللي بيسبب الاسباب. ده اكيد ربنا ليه حكمه في كده، اكيد اه. ربنا ليه حكمه في كده. ومش عايز حد على فكره، يعني انا فعلا بتاسف للناس اللي عرضت نفسها للمخاطر. يعني دي حكمه ربنا. احنا لو كنا اه. كسبنا فعلا 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 ما كناش نعرف ايه اللي كان ممكن يحصل. هو في ناس يعني قالت احنا كنا رجعنا في توابيت. اهو بالظبط. انا بقول لك انا يعني في ست انا قابلتها واحنا داخلين اه. المطار، اه. بتقول الحمد لله الحمد لله ان احنا ما كسبناش النهارده. اه. تخيل يعني ايه، تخيل يعني هل هي دي الوطنيه مش موجوده عندها، او مش نفسها منتخب مصر يكسب، او هل الست دي ما عادتش تدعي طول الوقت ان منتخب مصر يكسب؟ ولكن هي حست بالموقف. الناس يعني يا جماعه انتوا الناس اللي بتتفرج على الصور دي اه. مش حاسه باللي تعرضوا له هناك الناس. إن لما واحد يطلع يجري وراك وماسك سكينه وماسك سيف وطالع يجري ورا ناس ويهددهم. انا والله واحد راكب معايا الطياره بيقول لي على الازاز، على القوايم بتاعت الاتوبيسات، كانوا هم راكبين باصات صغيره مش كبيره، اه. بالسيوف وبيضرب على. قال لي انا ما بقتش اقول حاجه غير اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. قال لي خلاص بيتشاهد على روحه. بيتشاهد، يعني هو خلاص الموضوع دي موضوع. حرب. بالظبط بالظبط. فطبعا كل الحاجات دي كانت اثرت علينا طبعا كلعيبه. او لما نزلنا الملعب وبدانا نشوف السكاكين وبدانا نشوف المطار وبدانا نشوف الحاجات دي كلها، اكيد معنويا اثرت عليا. زائد طب ليه يا كابتن احمد، لا مؤاخذه يعني ما تزعلش مني، يعني ليه ما انسحبتوش تدخلوا؟ لو انا عايز شفتوا، ما انا لو بقول لك شفتوا العنف ده ما ليه ما انا دخلتوش ما, غرف ما, ما هو الملابس؟ انا بقول لك لو الموضوع احنا عارفين ان بالشكل اللي احنا شفناه فيما بعد، هي كانت تبقى خناقه بخناقه جوه الملعب مفيش مشكله. انت لو شفت، لو في لقطه على فكره انتوا هتجيبوها شويه او اه. او جبتوها، كانت في اه. البرومو نازله اه. لما دخل فيا اللاعب الجزائري من ورا، اه. ودخل فيا دخله جامده جدا. انت هتشوفني انا اللي جريت على اللعيبه بتاعتنا وبدات احوشهم عشان مش عايزهم يبوظوا الماتش. هم وعملت عايزين يبوظوا كنترول على الماتش. نفسك جامد. بالظبط. اه. هم عايزين يبوظوا الماتش وانا مش عايز اوصلهم لكده. حتى في مصر اه. تخيل لما لعيب جزائري، لعيب جزائري العربي بتاعه بينطقوا بالعافيه، امم. يقول لك انت يهودي جوه الملعب. انت يهودي؟ انتوا يهود، انتوا يا مصريين انتوا يهود. بمعنى ايه؟ ما انا ما انا مش قادر افهم منه يعني واضح انه استفزاز يعني. ما هو استفزاز طبعا، اكيد طبعا استفزاز. يعني انتوا اليهود. فطبعا كلام يعني احنا اللي هزمنا اليهود. بالظبط كده. مش كده؟ بالظبط كده. احنا اللي هزمنا اليهود. بالظبط. احنا لازم نقول، واحنا يعني اكبر من الناس دي كلها. وعايز اقول لك على حاجه والله، اوعى تفتكر ان الجزائر دي بقى لها 4 5 سنين احنا ما نسمعش عنها حاجه. في هم برضه لما بييجوا بيتكلموا على ابطال افريقيا. بيتكلموا على ابطال افريقيا، وما زلنا احنا ابطال افريقيا على فكره. خلي بالك احنا ما وصلناش كاس عالم، ما فيش مشكله. لا معلش، بس احنا حاملي اللقب يعني. بالظبط. ما انا بقول لك احنا هنظل ابطال افريقيا لحد انجولا. طب ما طبعا لحد انجولا 2010. يعني لازم برضه لازم نبقى فاهمين لعيبتنا ترفع راسها لفوق، المصريين كلهم يرفعوا راسهم لفوق. احنا ابطال افريقيا وما زلنا ابطال افريقيا. احنا زعلانين لان
كان نفسنا ان احنا نسعد الناس، كان نفسنا زي ما الناس اتعودت مننا ان احنا فعلا نكمل فرحتهم بوصولنا لكاس العالم، ولكن كل شيء وارد. فطبعا يمكن في ماتش مصر هنا كمان هم كانوا عايزين يبوظوا الماتش. المصور جايب لك لقطات بعد مباراه الخرطوم على طول، وعامل فوكس كان على وشك وانت في حاله يعني حزن شديده. ده طبيعي، ده حزن طبعا. يمكن انت بتتكلم على طموح واهداف وحلم بلد بالكامل. صحيح. يعني حلم بلد بالكامل. دعوات ناس كلها كانت معاك. عارف حاله التجمع اللي كانت موجوده قبل المباراه، والله يعني مش عايز اقول لك، احنا بقينا حاسين ان مصر كلها وراك. 80 مليون واحد ما بيتكلموش في حاجه غير مباراه مصر والجزائر وصعودنا لكاس العالم. تخيل كل ام في بيت قاعده تدعي لمنتخب مصر، تخيل كل ولد طفل صغير ماسك علم منتخب مصر. كل دي حاجات مره واحده بتلاقيها كده خلاص، يعني حلم وضاع. قلت ايه يا كابتن احمد للاعيبه المنتخب لما نزلت غرف الملابس؟ والله طبعا يمكن الحزن طبعا كان مخيم على الجميع، يعني كانت حاله مش عايز اقول لك، يعني اللعيبه كلها زي ما بقول لك كده كان نفسهم يحققوا حلم مصر كلها. اول طبعا حاجه قلتها يمكن بعد ما هديت شويه، لان انا كمان طبعا انا كان جوايا كنت حزين جدا جدا جدا، ومن اكتر الناس اللي كنت يمكن حاجات كتير كانت شغلاني، حاجات كتير كان هدف بالنسبه لي، وكان طموح بالنسبه لي، وكان امل بالنسبه لي. يمكن انا لعبت كل البطولات اللي في العالم ما عدا كاس العالم، كان نفسي طبعا نوصل كاس عالم. يمكن طبعا بعد المباراه على طول كان نزل الاستاذ علاء مبارك والاستاذ جمال مبارك، ويمكن اتكلموا معايا وقالوا لي احمد يلا ابدا هدي لعيبتك وابدا اتكلم مع لعيبتك وخلاص ومفيش مشكله وحصل خير والحمد لله، وبداوا يواسوا طبعا اللعيبه وكده.